سلام، صحة فطوركم، شراكم إن شاء الله راكم كامل صافا. اليوم جيت وجبت لكم هاد الوصفة التقليدية اللي كامل الجزائريين يحبوها، وفي طاولة السهرة الرمضانية لازم تكون حاضرة. وصفة قلب اللوز أو شوكولا، أسهل منه ما كانش. قبل ما نبداو في الوصفة تاعنا اليوم ما تنساوش ديروا ابوني في القناة، جميل لا فيديو ان بتي كومونتير، ويلا نروحو نبداو نوجدو في الوصفة تاعنا كيف. أول حاجة أنا هنا عندي دقيق تاع سبيسيال تاع قلب اللوز، درت منو كيلة ما يقارب 500 غرام. درت نص كيلة تاع سكر ومغرف تاع كاكاو نوار. حركت هاد لي زانغريديون ساك بيان. شوفوا هنا عندي كمشة تاع لوز، رحت رحيته هكا بالقشور ونرميه عليهم. شوفوا كيفاه. وندير ربع ملاعق كبار تاع زيت ونحركهم حتى نبسس هذاك الدقيق بيان. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها. هنا عندي نص كيلة تاع الماء، نبدا نلوح فيها تدريجيا ونحرك حتى نشوف العجين تاعي الا كان يحتاج ولا لا. قادر تزيدوا قادر ما ديروهاش كامل على حسب النوعية تاع الدقيق تاعكم. انا هنايا درتها كامل. فوالا ونغطي لاباط تاعي ونخليها تروبوزي. في هذا الوقت انا رحت مصط اللوز. هنا بعد ما فاتت نص ساعة شوفوا لا تكستور اللي تحصلت عليها تاع لاباط. نروح قبل ما نلوحو في الفوق درت له هنايا ليكستري دو شوكولا، راح يعطيه واحد لو غو تري بون. فوالا وراح نجيب لو بلا او فور اللي يكون 35 سنتيمتر على 20 سنتيمتر ونحط فيه لاباط تاعي. فوالا نحط كامل لا كونتيتي. شوفوا كيفاه. ونسويها مليح، نعدلها نبلاطيها بهذا الشكل بحيث يجيو كامل الجهات متساوية. ونقصها هنايا قبل ما نلوح الطيب بيان سور. هاو اللوز اللي وجدته، ما انا من بعدا كي خممت لقيت بلي لي زاموند يفيلا يجيو خير، سي بور سا استعملتهم هما. لو طوني هي راهي كيف الفور، انا وجدت لو سيرو. لا غوسيت تاعو مال فين نديروها، 2 كيلات ما مع كيلة سكر نحطهم على نار متوسطة حتى يغليو، نقص عليهم نديرلهم 10 دقائق ونطفي. هاو قلب اللوز اللي تحصلت عليه بعد ما طيبته في فور سخون على نار متوسطة حتى نحمر الحرف وشعلت له من فوق. فوالا دوكا نروح نسقيه بحيث انه السيغو يكون بارد حتى نيت تغمر مليح ونرجعو للفور وهو سخون حتى نيت تشرب هاد لا كونتيتي كامل ونزيد نكملو باقي الكمية تاع السيغو. هنا بولا ديكو انا ذوبتلو شوكولا. فوالا ودرتلو هاد لا بتيت ديكوراسيون بالشوكولا من فوق. شوفوا نقص لكم قطعة تشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. انا حطيته في هاد لي بواط. شوفوا من داخل كيفاه جا طري ومعسل. اي فوالا كانت هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها وتستمتعوا باللذة تاعها. في الاخير ما تنساوش ديروا ابوني في القناة، جميل لا فيديو ان بتي كومونتير، ولا بروشين فيديو ان شاء الله.